فرحان العازمي. شوف هذا فرحان توازن وحقق انتصار في الجولة الماضية على حساب العدالة بهدف مقابل لا شيء. لقطة فيها الكثير من الخطورة، لكن التألق من قدم فرحان العازمي مصطفى ملايكة بالخبرة الكبيرة، لكن ما زالت مع إتاحة فرصة من جانب حكم المباراة للاعب الحازم الاستمرار في الهجمة. زينه الله حجازية تألق يبعد الخطوط. تقطع من جانب الدفاع لهجمة جديدة لمصلحة الحزم من أجل تقليص الفارق قبل نهاية المباراة ب5 دقائق، أو على الأقل نهاية الوقت الأصلي، لأن هناك وقت بدل ضايع ممكن أن يكون أيضا طويل مثل ما شاهدنا في الشوط الأول 6 دقائق. وهذه عرضية الآن تلعب ولقطة قريبة جدا يودا والعرضية، البحث عن طويل القامة، كثير من الخطورة. تحويل اللاعب للطرف الأيسر عند الفريق الحزماوي اللي يلعب الرمية الجانبية وإبعاد وراسية الجنوب. تبقى الجنوب وجمالها وسحابها وأمطارها، لكن عموما الكرة تصل عند يودا، تسديدة في من لاعب، لكن اللاعب مستمر، والكرة تصل عند أقصى الجهة اليسرى عند الظهير الأيسر فرحان العازمي يمرر في هجمة خطيرة تلعب على القائم الثاني، تصل عند نحو أصحاب الأرض النيوم اللي حتى الآن متصدرا لدوري يلو ب 16 نقطة. لكن شوف هذه واحدة من أخطر المحاولات، لعبت على خط منطقة الجزاء، هذا صحيح بنسبة كبيرة، لكن الآن هذه محاولة بعرضية تلعب. الفكرة هذه الوضعية ستكون أول خسارة للحزم على مستوى بطولة الدوري، لأنه خسر في الكاس في مباراة قدم داي. مرة أخرى في الطرف الأيسر من جديد عند فرحان العرضية، فرحان عالية ولعبة لكنها تبعد، لكن هذا واحد من اللاعبين الشباب الرائعين أيضا، محمد اليامي، شاهدناه مع الفئات السنية في نادي الشباب. وليد في كرة وصلت عند عبد الملك العييري، يعيدها إلى خط المرمى، وهذه عرضية تلعب وراسية وخطورة مرة أخرى، فقط اللي يصب في مصلحة نيوم قبل انطلاقة هذه المباراة. نيوم اللي استطاع أن يسجل 14 هدف كخط هجوم لا يمكن مجاراته، وهنا خطأ يحتسب على سلمان الفرج، خطأ يحتسب فيها القادسية في تجربة مشابهة لتجربة نيوم. لكن كرة بعد ذلك تصل عند إبراهيم انداي شكل ثقل كبير على لكي تقف أمام كمية النجوم اللي يمتلكها نادي نيوم. في كرة ترسل تحضير وإبعاد إلى رمية جانبية أخرى أمام نيوم. ليتواجد كريستيانو مع النصر، ليتواجد بنزيما من الاتحاد، حاول الآن أن يوصل كرة لرأس زينهم من أجل أول أهداف الحزم في هذه المباراة. في كرة تصل في الطرف الأيسر تحضير، لكن يكون في أخطاء، لكن أخطاء غير مؤثرة مثل رمية جانبية أو ركنية، في الغالب أنها تكون بتأثير قليل بكل تأكيد مقارنة بضربات السيئة. إلى أقصى الجهة اليسرى عند فرحان يقود الهجمة، يحولها إلى يودا لأصحاب الأرض كثيرا، وسجلوا هدف واحد قابل للزيادة حتى الآن، بينما الحزم أظهر الميدان. محمد اليامي يتدخل بشكل ممتاز، كرة توصل تبعد وتعود مرة أخرى، تبعد وتعود وتصل. نلعب في الدقائق الأخيرة في كرة تصل عن طريق نواف، أو هذا فرحان يمرر، وفرصة الهدف الأول ما زالت ممكنة، الأماني ما زالت ممكنة. روما كارلوس، روما والسقوط، ولا يوجد أي قرار على التمريرات إلى الشمراني، يعيدها مرة أخرى إلى فرحان يبحث عن حل في وسط الميدان، يضطر لإعادتها إلى مصطفى في تمرير المناطق الأمامية.
كارلوس الى سلمان الحل، كل الحلول عنده. وصلت لكارلوس، كارلوس محاصر قطعة كرة. فرحان العزم حصل على خطأ محمد وليد اللي بكل تأكيد أمامه مهمة واختبار كبير أمام المهاجم جانو زينهو اللي بكل تأكيد واحد من أهم المهاجمين هذا الموسم على مستوى بطولة أبناء المنطقة، للصعود إلى دوري روشن ليتواجد أفضل نجوم العالم في هذا الملعب في المواسم القادمة للعب أمام كان التسلل. كارلوس كان سليم، لكن هذه لقطة عند اسلام عرضية وراسية على مستوى عالي جدا. ممكن ان غادر ابراهيم انداي، وهذه محاولة بعرضية تلعب بن سعود، ما زالت الكرة عالية على راس منطقة والرمية الجانبية تنفذ.